تفتكر إيه اللي بيخلي ابتسامتك مختلفة عن ابتسامة أي شخص تاني؟ معلومة طبية واحدة ممكن تغير تفكيرك كله. النهاردة هنتكلم عن حاجة بنشوفها كل يوم في المراية، لكن غالبا مش بناخد بالنا منها، وهي عضلات الوجه والرقبة. الموضوع ده أول محاضرة في بلوك CNS اللي هو أنا بدرسه حاليا، بس لو فهمناه ببساطة هنلاقيه ممتع جدا. في الفيديو ده هنتكلم عن عضلات الوجه بس، اللي هي اسمها muscles of facial expression. عددهم كبير جدا لكن كلهم بيشتغلوا مع بعض كأنهم أوركسترا، وكل العضلات دي بيتحكم فيها العصب السابع اللي هو الفيشال نيرف. من غيرهم وشك هيبقى ماسك ثابت من غير أي مشاعر. ومن العضلات دي الأوربيكيولاريس أوكيولاي، ودي بتقفل العين وتحميها. كمان الأوربيكيولاريس أوريس، ودي بتقفل الشفايف وبتساعد في الكلام والأكل. والزيجوماتيكاس ميجور، دي بترفع الشفايف لفوق وده اللي بيخلي الابتسامة تظهر. كمان الباكسينيتور، ودي بتخلي الخد يضغط الأكل على الأسنان، يعني لو مش موجودة المضغ هيبقى صعب جدا. تفتكر لو العصب السابع حصل فيه مشكلة وشك هيبان عامل ازاي؟ اكتب رايك في الكومنتس، وما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك بارت 2. والسلام عليكم.